كليمة يتمكن من محاصرة كرته، تلعب بسرعة. انتهت هذه اللمسة داخل منطقة الجزاء، أخطر وأفضل ليوبار. أول أهداف المباراة للفريق الكونغولي ليوبار، وبالنيران الصديقة هذا الهدف الأول في المباراة، الهدف الأول في اللقاء لمصلحة ليوبار. فتحة هستيرية، توزيعة في منتهى الروعة، الدفاع يغالب الحارس علي ييرانكو. هدف أول في المباراة لفريق ليوبار الذي يعبد رويدا الفريق نحو المنصة ورفع كأس الاتحاد الافريقي. يستفيد من التعادل في المباراة الذهاب في مالي. هنا المرور جدا فعلا كريمة في هذه اللمسة، استعاد الكرة 1-2 إلى نزامبا إليريش. يضغط جوليبا، يريد استعادة نتيجة المباراة. هدف التعادل لجوليبا، رأسية مخادعة، رأسية تسكن الشباك. سجود الشكر من أسماء كثر هم مسلمون من فريق جوليبا المالي. شكرا لله، رأسية تنتهي في الشباك تغالط الحارس ميابي جلدات. هي الكرة الارتقاء، قلت الكرات الهوائية، الألعاب الهوائية هي الميزة التي قد يستفيد من خلالها الفريق المالي جوليبا. هاي كرة هوائية وقعت فوق رأس هذا تمر على الطرفين بالكرات البينية وأحيانا بالتسديدات. مشاركة من المدافع إلوري، جول. هدف ثاني يأتي لفريق ليوبار. أخطاء فادحة بعمق دفاع فريق جوليبا تكلفه المزيد من الأهداف. هذا والهدف الثاني بعد توزيع نزامبا إليريش. الصبر على التمريرات رغم أرضية الميدان المهترئة. نزامبا إليريش يتمكن من توزيع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. سوء في المتابعة رغم طول قامة المدافعين الماليين وتواجد حارس المرمى. هاي الكرة، البطء في الخروج، الثقل في المتابعة، وكرة الهدف الثاني ممتازة من لاعب بيبي كيور هو الذي يسجل الهدف الثاني. هل ستكون هذه الكأس الأخيرة التي يمنحها عيسى حياته في مشواره لفريق يمنحها لرئيس نادي ليوبار، وكذلك بحضور رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وتمنح لجيور. هذا هو النجم جيور الذي سجل الهدف الثاني، هدف الفوز. سيرفع الكأس جيور فرحا وابتهاجا وسرورا. كأس الاتحاد الافريقي.